كلاص بلا حليب وبلا كريمه، كيجي غزال بزاف في المذاق وطبيعي في نفس الوقت. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم هذا الكلاص اللي طبيعي بنكهات مختلفه ومقادير جد بسيطه كتواجد عند اي واحد في الدار، بلا حليب وبلا كريمه سائله وبلا كريمه شانتيي. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. واول مكون اللي هو المكون الاساسي عندي هنايا الفواكه مثلجين، درتهم في المجمد حتى تلجوا بهذه الطريقه. نتوما غديروا الفواكه اللي بغيتو. انا هنايا عندي هذا البوعويد، اخر ديال قبيله، المهم تما البنان مقطع، وعندي تما الشهديه اولا الخوخ، ديروا اللي بغيتو. غسلتهم وقطعتهم ودرتهم في هذه البلاستيكات ودرتهم يتلجوا. اول حاجه غادي نبدا بالكلاص الاول اللي درتو بالبنان. كيف كتشوفوا تلجتو هكاك مقطع دواور صغارين، يعني خليته الليله كامله بات في الثلج، وفي الصباح حضرت هذا الكلاص. المكون الثاني اللي غادي نضيف عليه هو دانون ديال 2 دراهم، دانون ديال البنان. اما دانون ديال البنان غادي تضيفوا له او لا دانون ديال الفاني، حيت هذا هو المكون اللي كيتواتى معاه. هنا غادي ندير انا 2 ديال الحبات. نتوما بالنسبه اللي عنده مثلا غير البنان يدير غير البنان، المهم ديروا الفواكه اللي بغيتو، داكشي اللي متوفر عندكم في الدار غادي ديروه. صافي غادي نبدا كنطحن، ما غادي ندير لا ما لا حتى حاجه، كنطحن وفي نفس الوقت مره كنحرك بديك المعلقه، حيت الفواكه ديالنا متلجين وكيبقاو يلصقوا مع بعضياتهم. المهم غادي نبقى كنطحن وشويه شويه وانا كنحرك. كيف قلت لكم هذا هو القوام ديالو. بعد ما تطحن ما كنديروا لا سكر لا حتى حاجه، كيجي طبيعي. كيف كتشوفوا راه كيجي معلك، يعني هنايا تقدروا تاكلوه في نفس الوقت دابا او لا حتى كتكملوا. انا صراحه خليت طحنت كلشي من بعد عمرت لهم ياكلوه، جا زوين الصراحه. وحتى راجلي ملي داقو قال ما عمر يعني غناكل الكلاص ديال برا، عجبو هذا بزاف. هنا درت له واحد الاضافه يعني اختياريه وصافي، واحد البسكويت داك اللي كيشبه الاوريو، غير واحد 2 الحبات فرتتهم هكاك صغيورين صافي، وغادي نخلطهم باش يدخل معاهم كامل. وغادي نديرو في الطاسه. كيف كتشوفوا القوام ديالو كيجي كريمي، بلا كريمه بلا حليب بلا حتى حاجه، مكونات بساطين يعني دانون والفواكه. اي واحد كيكون عنده الديسير في الدار، ودانون ديال 2 دراهم غادي نشريو على حساب على حساب الديسير اللي غادي نديرو. شوفوا دانون اللي غيجي يعني غيجي في المذاق ديالو معاه. صافي غادي نديرو هكا في الطاسه. وبقات لي تما واحد الحبه ديال داك ايو، هو سميتو ايو ماشي اوريو، المهم كيشبه له صافي. المهم اللي عندهم توفر اوريو يديروا. حنايا بغينا نديرو شي حاجه اللي تكون بسيطه، حيت اوريو شويه الثمن ديالو يعني طالع ماشي بحال هذا درهم وصافي. 2 درتهم فيه لداخل وواحد غادي نديرو عليه من الفوق. غادي نغطيه وندخلو للثلاجه، الثلج عفوا ماشي الثلاجه عاديه. هنا المكون الثاني ديروا الشهديه ولا الخوخ. انا درت هنا الشهديه، غادي نضيف عليها الدانون ديال المونغ، كيجي صراحه معاه غزال بزاف. بالنسبه لهاد الخوخ ولا الشهديه، الا كان عندكم الا كان شويه حامض، كيكون شويه بحال المذاق ديالو حامض، ديروا له شويه د العسل. صافي غادي نطحنوا بنفس الطريقه. كيف قلت لكم كنطحن شويه ومره كندوز داك المعلقه في داك الكلاص باش كيتفرتت، حيت كيبقى بحال اللي كيلصق مع بعضياته. كيف كتشوفوا انا هنا ما درت له لا حليب لا ما، يعني طحنته بديك دانون صافي. صافي كنبقى كنطحنو بنفس الطريقه ديال الاخر، يعني طريقه سهله وكلاص كيجي يعني اقتصادي احسن ما داك ديال برا. هنا بدلت داك الشفيرات، غادي نرد هذا اللي فيه غير 2، هذا الصراحه كيطحن حسن. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد الهاشوار هادي، حيت كاينين الناس اللي ما عندهمش في الدار، ديروا غير مولينكس د العصير، ديروا فيه داك الديسير وزيدوا عليه دانونه وديروا عليه واحد نص كاس د الماء باش يحاول يتطحن لكم شويه وردوه للثلج. كيف كتشوفوا القوام ديالو كيجي كريمي، كيجي غزال بزاف. غير جربوه وديروا يعني ماشي ضروري ديروا هاد الفواكه كاملين اللي درت، ديروا غير واحد. الا عندكم مثلا البنان ديروا غير البنان، المهم كل واحد كيدير داكشي اللي متوفر عندكم في الدار. انا حاولت نقرب لكم غير فكره فقط. هنايا عندي الفريز، كان عندي حتى هو متلج في الكونجيلاتور. كيف كتعرفوا الفريز يعني دابا الوقت ديالو كيدير لك 7 دراهم 8 دراهم، ديروا الكميه اللي بغيتو. هنا غادي نضيف عليه عفوا واحد 2 دانونات حتى هو ديال الفريز. هادو كاملين الفواكه اللي درت غادي ندير فيهم 2 دانونات من غير داك المونغ، هي اللي عفوا ماشي المونغ، داك الخوخ. الخوخ ولا الشهديه هو اللي درت معاه غير دانونه وحده. صافي هنا ديك الفريز شويه جاتني حامضه يعني محلوواش بزاف، درت لها واحد المعلقه د العسل، حيت العسل كتجي احسن من السكر. السكر غادي يبقى لكم هكاك مقرزص في الكلاص. ديروا العسل كيجي زوين بزاف، حتى ديك العسل كيعطيه واحد المذاق كيجي معلك. صافي الفريز ديالنا هو هذا بعد ما طحنته.
نتمنى يعجبكم هذا الكلاص اللي صراحه غزال بزاف. غير جربوه وردوا عليا. جربوه واخا يعني غير واحد الفواكه من هادو اللي درت، ونتمنى يعجبكم. صافي هنايا غادي ندير البعويد. بالنسبه للبعويد ممكن ديروا البطيخ اولا تقدروا ديروا في موطع الدلاح ولا السويله ولا حتى التفاح. صافي هنا غادي ندير له شويه ديال واحد المعلقه ديال العسل، وغادي ندير له هنايا دانون ديال البيستاج. صافي درت له هنايا جوج ديال دانونات كيف شفتوا، كيعطي له صراحه واحد المذاق زوين بزاف. داك دانون يعني مع ديك البعويد كيتواتوا مع بعضياتهم. صافي هذا هو القوام ديالو بعد ما تطحن، وغادي نديرو حتى هو في الطاسه ديالو ونديرو في الثلج. الصراحه كيجي القوام ديالهم كريمي. بالنسبه الى درتوه يعني تقدروا كتحتفظوا به حتى لسيمانه، وباقي لحد الان انا عندي في الثلاجه، يعني دابا هادي شي 5 ايام ملي درتو. خليوه في الثلاجه، ملي تبغيو تاكلوه جبدوه واحد نص ساعه، واحد ربع ساعه هكاك قبل ديك الساعه، وبقاو تعمروه. يعني هو كيتلج من بعد كيتلج، ما كيبقاش هكا كريم، ولكن غير كتجبدوه شويه، غير واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه كاع صافي كيبدا كيطلق. المهم حنا كنعمروا لاكلاص ديالنا هنايا. بالنسبه لاكلاص يعني انا جبت هاد المغرفه هادي ستيتوها زعما كتشبه لهداك اللي كيهزوه به لاكلاص، حيت انا هذاك ما عنديش صراحه في الدار، وقلت راه نديرو يعني غير نقضيو الغرض وصافي. المهم هو ناكلو لاكلاص ونبردوا على قلبنا، ماشي ضروري باش كيتعمر. كيجي القوام ديالو كريمي، غير جربوه. هاد الوصفه خطيره وزوينه بزاف، ولا كلاص يعني كتعرفوا شي حاجه شنو كتاكلوا لوليداتكم وشنو كتاكلوا حتى نتوما في الدار، احسن داك الحاجه ديال برا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. شكرا على المتابعه ديالكم والدعم ديالكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله.